واش عمرك جلستي وسولتي راسك وقلتي علاش كتخلص وكتحس براسك لاباس عليك غير النهار الاول، ولكن ملي كدوز 3 ايام كتلقى راسك صفر درهم؟ فين كيمشيو الفلوس؟ شكون اللي كيسرقك؟ واش الراتب ديالك ولا الخلطه ديالك قليله، ولا المشكل فيك انت؟ اذا خليك معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرف الحقيقه اللي غادي تبدل لك حياتك الماليه. اول حاجه خاصك تعرفها، المشكل ماشي في الخلصه. كاين ناس كيتخلصوا غير ب3000 درهم وكيجمعوا الفلوس، وكاين ناس كيتخلصوا ب10000 درهم وديما مسلفين من عند الناس. اذا المشكل فين كاين؟ المشكل في العقليه، ماشي في شحال عندك ديال الفلوس ولا شحال كتشد. السبب الاول، كتعيش بعقليه كتقول انا عييت خاصني نكافئ راسي. نهار كتخلص كتقول خاصني نمشي نشري الحوايج، خاصني نبدل التليفون، خاصني نخرج ناكل على برا، خاصني نطلب ماكله تجيني للدار، خاصني نشري شي حاجه كنت باغيها. كتقول غير هاد المره، ولكن غير هاد المره هي اللي كتفرغ لك الحساب ديالك وكتخليك ديما جيابك خاويين. ندوز دابا للسبب الثاني. السبب الثاني، ما عندكش نظام. فلوسك داخله ولكن ما عندهاش بلاصه فين كتحطها. ما عندكش ميزانيه، ما عندكش تقسيم ديال الميزانيه، ما كديرش تقسيم ديال الميزانيه. ما عندكش هدف واضح، حيت الفلوس راها بحال الماء، الا ما درتيهاش في قرعه كون اكيد راه غادي تضيع. السبب الثالث هو انك كتخلص الفواتير، كتخليها هي اخر حاجه، وهذه هي اكبر غلطه كدير في حياتك. الناس راهم غير كيف كيخلصوا سواء الخرجات ولا الحوايج ولا الرفاهيه، وفي الاخر كيقولوا بقات لي شي حاجه للضو الماء. لا، الضو الماء خاصهم هما اول حاجه يكونوا. الفواتير اول حاجه كنخلصوها هي الفواتير، ما كنسبقوش الرفاهيه ولا الخرجات ولا الحوايج، شي حاجه اللي غير دايزه كنخلصوا اول حاجه الضروري. وكاين واحد القانون اللي غادي تبدل بيه حياتك الا مشيتي عليه، هو خلص راسك قبل ما تخلص اي واحد. كيفاش؟ يعني اول ما تدوز لك الخلصه ولا يدوز لك الفيغمون، كتحيد اما 10% ولا 20% ولا 15% على حساب الراتب ديالك، وكتحطهم في حساب واحد اخر، ما تقيسهمش ما تمسهمش، وخلي الفلوس الاخرين نعيش بيها. السبب الرابع هو ديك المصاريف الصغيره اللي ما كتحسش بيهم، بحال مثلا كتخرج دير قهوه، مثلا كتكون قهوه غير ب 12 درهم، كتاكل ساندويتش على برا كيكون داير مثلا غير 25 درهم، كتاخد واحد بتي طاكسي باش توصل من بلاصه لبلاصه، كتشري شي حاجه مثلا من التطبيقات ولا اونلاين. بحال هادشي كيبان لك صغير، ولكن في الاخر ديال الشهر تقدر توصل لمبالغ كبيره. ابسط حاجه تقدر توصل من 800 درهم حتى ل 1500 درهم، وكتبقى تقول فين مشاو فلوسي. دابا عرفنا هاد الاسباب كاملين، خاصنا نوصلوا الحل. دابا غادي نعطيك طريقه سهله وبسيطه. الطريقه ديال 4 الأجزاء. غتقسم الراتب ديالك لربعة: 50% للضروريات مثلا الكرا، الماء، الضوء، الماكله يعني المعيشه. 20% كنخليها للادخار، كنديرها في واحد الحساب واحد اخر ولا صنيديقه، ولا على حسب انت شنو كيناسبك. 20% المصاريف الشخصيه، مثلا بغيت نمشي للحمام، بغيت نشري مثلا منتوجات العنايه بالبشره ولا بحال مثلا النساء. و10% كنديرها للاستثمار، واخا ندير بها غير مشروع صغير، مثلا نقدر ندير مشروع مثلا نبدا غير بواحد 200 درهم ولا 300 درهم، نقدر نجيب بها غير ملابس هكا بساط ونبدا نبيع. ابسط الامور. راه واخا تكون تخلص ب3000 درهم، الا جمعتي غير 20 درهم في النهار، في العام راه عندك اكثر من 7000 درهم. اذا المشكل ماشي في الدخل،
المشكل في انك انت كتعيش نهار بنهارو وما كديرش تخطيط للحياة ديالك، ما كديرش تخطيط الميزانية ديالك. ملي كيدخل الراتب ديالك ما كتحطش كل مبلغ في المكان المناسب ديالو. ودابا بغيت كدير معايا واحد التحدي الشهر الجاي، نهار دوز لك الخلصه ما تصرف حتى درهم في 24 ساعه الاولى، ما تخرج حتى شي حاجه من جيبك، غير خطط ودير هاد الشيء اللي قلت لك عليه وغادي تشوف الفرق. في الاخير كنقول لك الفقير ماشي هو اللي ما عندوش الفلوس، الفقير هو اللي ما عندوش تحكم في الفلوس. الا بغيتي تولي انسان مرتاح خاصك تولي مدير ديال فلوسك ماشي عبد عندهم. الى عجبك الفيديو دير لايك وبارطاجي مع واحد ولا بزاف، ماشي غير واحد. ديما كتسمعوا كيقولوا ما عرفتش فين مشاو فلوسي. يلا السلام عليكم ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.